بسم الله الرحمن الرحيم. راح نبتكر طريقة نستعيض عنها عن الشمع، لأنه الشمع غالي هالأيام، وصار الشمع ب15 ليرة، وكيس الشمع كان حقه 75 صار ب200 ليرة. فلذلك بصراحة ما أنا اللي اخترعت هاي الطريقة، بس عمي علمني إياها، فحبيت أنا أنشره مشان يستفيد منها الناس، لأنه هذا النظام الابن الحرام ما بس قتل أولادنا وأهلنا ودمر بيوتنا وغلق الشغلات الأساسية علينا وقطع الكهرباء. وطبعا الكهرباء عم تشتغل من أصل 24 عم تشتغل ساعة و23 مطفية. لذلك راح نرجيكم هاي الطريقة الحلوة. آه زيت، أي نوع أنواع الزيت، زيت القلي، حتى إذا استعملنا زيت مقلي سابقا وبدنا نكبه ممكن كمان نستعيد عنه. زبدية، يفضل تكون زبدية شفافة، بيضة صفراء حمراء حسب اللون الضوء اللي بدكم إياه. محرمة أو قطنة بيمشي الحال. وقداحة طبعا مشان نشعل الشمعة اللي بدنا نخترعها هلا. أول شي بناخد الزيت بنسكبه بالزبدية، يعني قدر سنت تقريبا، ونجيب القطنة أو المحرمة بنضبها هيك بحيث تكون تقعد كلياتها تطمس بقعر الزيت، كلياتها تغرق، ما عدا قسم معين نحن بالنص بنعمله هيك نتوء خارجي. يفضل يكون هذا النتوء الخارجي طبعا بيطلع خارج الزيت، وهو اللي يعتبر الفتيلة اللي بده يشعل طبعا ما القنبلة، الشمعة اللي بدنا نتنور فيها هيك. ونطمسه كلها بالزيت هيك، ما عدا هذا القسم اللي طالعنا لفوق. طبعا هذا القسم اللي طالعنا لفوق شوي هيك بنعمل له بلة صغيرة هيك بالزيت عشان يشعل معنا. طبعا هاي الشمعة بتضل شغالة لينشف الزيت على الأخير. ادعوا لنا.